بصراحة يا جدعان، بصراحة الواحد اكتشف انه بيحب الاهلي قوي. يعني الواحد مقهور، مالوش نفسي يتكلم في الكورة، مالوش نفسي يتابع الكورة، مالوش نفسي لأي حاجة بسبب اللي الاهلي بيمر بيه الفترة اللي فاتت. الا وان الواحد عرف ان الاهلي هيلاعب الزمالك بكرة، لا ما ينفعش نطلع ونبقى ورا الاهلي. الناس اللي راحت تحضر تروح تحضر ورا الاهلي، كله عايز يسند الاهلي. الواحد عرف انه بيحب الاهلي بطريقه محدش يتخيلها. وفي سيناريو هقول لكم عليه خلال الحلقه. والله السيناريو دوت لو حصل هيبقى فل قوي، وركز معاه في السيناريو اللي هبقى اكلمك فيه. ركز فيه قوي، خليك فاكره اللي انا هبقى اول واحد قايله لك. بكره ماتش القمه، ماتش الاهلي والزمالك. لاول مره في حياتي، لاول مره ابقى داخل ماتش الاهلي والزمالك وانا قلقان كده. مش قلقان لان الزمالك الفريق الجامد لا، انا قلقان لان الاهلي مش كويس. قلقان من لعيبه الاهلي. لا واثق في اداره الاهلي، لا واثق في لعيبه، لا واثق في جهاز فني، لا واثق في جهاز اداري، لا واثق في عمال، مش واثق في حد خلاص. ما بقتش واثق في حد والله، مش واثق غير في الشعار دوت. الشعار دوت وبس، غير كده انا مش واثق في اي حد. وحق الاهلاويه ما يبقوش واثقين في حد. انتوا اللي وصلتوا الناس لكده. الواحد الواحد اقسم لكم بالله، الواحد لحد دلوقتي بيحاول يقنع نفسه ان اللي حصل ده خلاص امر واقع. الواحد حاسس ان هو بيحلم. هيفوق، كل ده هزار، كدبة ابريل. مش مصدق، انا عن نفسي مش مصدق. يعني ايه فرصه تجيلي مره واثنين وثلاثه؟ يعني ايه اشيل من بيراميدز ثلاثه؟ يعني ايه اللعيبه ما يبقاش فيه روح؟ يعني ايه اللي الاداره بتعمله؟ ومين اللي واقف على الخط؟ المدير الفني ده، ومين ده ومين ده؟ مش عارف اقنع نفسي بالكلام ده كله. لاننا نفسي نتكلم في كوره، لا ضامنين دوري، لا ضامنين مركز تاني زي ما بقول لكم. وهوب بنتفاجئ بماتش اهلي وزمالك وماتش قمه. طب وبعدين هنعمل ايه؟ هل لعيبه الاهلي ناويه تنزل تبقى رجاله، ولا ناويين يكملوا في اللي هما بيعملوه؟ ناويين على ايه بس عشان نبقى احنا كجمهور عارفين؟ لان انتوا عارفين ان اي ماتش في الدوري في كفه، وماتش الزمالك ده في كفه تانية. سمعت تصريح لشريف حازم على قناه ام بي سي، بيقول لك احنا في 2014 2015 لما خسرنا الدوري، حسام غالي جمع العيال في اوضه اللبس في ماتش الاهلي والزمالك، وقال لهم ما يحتفلوش قدامنا، ننزل نكسب. وبالفعل نزلنا كسبنا ماتش مؤمن زكريا 2. فانا بقول لك في سيناريو هكلمك فيه، بس عيدا بقى يا باشا، انا عايز اكسب. انا مش هتراضى يا اهلي الا بسكور سكه ودغري. هتقول لي يا عم انت طماع يا رب حتى نخرج بتعادل. لا يا باشا، لا يا باشا، والماتشات ديت ملهاش كبير، وانت عارف كده كويس. الماتشات ديت ملهاش حسبة ان لا ده وحش هينزل يخسر، لا مفيش. ده بالعكس، ده اللي بيبقى وحش بينزل يكسب ويبقى داخل ان هو فاكر انه كويس وانه عنده ثقه زياده، بينزل ياخد على وشه. وكده كده الزمالك اللي بياخد على وشه سواء حلو او وحش، ده مدار التاريخ. اقرا التاريخ وانت تعرف. بيقول لك الاهلي والزمالك يوم الجمعه. التشكيل اللي انا بتمناه، الشناوي في حراسه المرمى. طبعا محمد هاني مش موجود، لاعب احمد عيد، ما عندكش غيره. يا هتلاعب احمد عيد يا هتلاعب بيكهام، وتبقى خسرت الحته دي هجوميا. يا والله العظيم الله اعلم، ممكن تلاعب احمد عيد وتخسرها هجوميا ودفاعيا. بس هو الحل، انا احب باك يمين، هو باك يمين، المدافع مدافع، قلبين دفاع. لاعب هادي رياض والجزار. اسمع اللي بقول لك عليه، لاعب هادي رياض ولاعب عمرو الجزار. لاعب اللعيبه اللي هتبقى عايز تثبت نفسها، اللعيبه اللي تبقى خايفه على اسمها واسم النادي والتيشيرت اللي هي لابساه. باك ليفت لاعب كوكا. نص الملعب مروان عطيه، بن رمضان. لو زيزو موجود لاعب زيزو. اسمع مني، زيزو موجود وسليم وهيبقى موجود في الماتش، لاعب زيزو. وعندك الشحات، وعندك تريزيجيه، ولاعب اشرف بن شرقي مهاجم. يا اما ابدا بمحمد شريف، ماشي ان شريف ده هتيجي تقول لي ما بيتوفق قدام الزمالك، مفيش مشكله. ابدا بالشحات، اهم حاجه بالنسبه لي الشحات يبدا، وتلاعب واحد بس من مروان وديانج، اللي هو مروان ديانج خلاص يا باشا رايح فالنسيا مع السلامه. لاعب اللعيبه اللي عارفه قيمه الاهلي. واحنا برضه هنتكلم كفنيات. الزمالك مش الفريق البوم، الفريق الواو اللي بيلعب كوره وي وي وي. مفيش حتى اللعيبه اللي انت تخاف منها. والله العظيم اللي متابع الزمالك عارف اللي انا بقول لكم عليه. الزمالك ما بيتميزش غير حاجه واحده بس، ايه هي؟ هقول، هي الروح اللي هي بتنزل بتموت نفسها. بيحاربوا على الكوره، عاملين حساب النادي والتيشيرت لابسينه وجمهورهم.
ده اللي بيميز الزمالك. فنيات زيرو. لعيب تخاف منه؟ والله العظيم ما فيهم لعيب يتخاف منه، والله حلفان تاني ما فيهم لعيب يتخاف منه. في نفس الوقت انت ما عندكش حد اصلا. تريزيجيه، زيزو، امام عاشور، بن رمضان، بن شرقي، محمد شريف، الله اعلم. الواحد بيبقى هتيجي تحسبها كاسامي، يا نهار اسود انا عندي كل دول في فرقتي، لا يبقى ناخد كاس العالم. تيجي تشوف في الملعب بطه بلدي، والله بطه بلدي، ولا باص صح ولا تحرك ولا اي نيله، ابيض. بس الماتش ده مش هينفع، والله العظيم ثلاثة الماتش ده ما هينفع. اركنوا بقى، يركنوا تعليمات المدرب على جنب، اركنوا المشاكل اللي مع الاداره والجمهور على جنب، اركنوا كل حاجه على جنب. انزل يا باشا، انت لعيب كوره، انزل قاتل في الملعب وموت نفسك في الملعب على المكسب. لان جمهور الاهلي، وانت خلي بالك حتى لو كسبتوا سكور الجمهور مش هيبقى هو اللي هو ايه، هو يا عم احنا كسبنا الزمالك والزمالك خد الدوري يبقى احنا كسبنا، اللي خد الدوري يبقى انا خدت الدوري. الجمهور الاهلي كان بيتعمل كده، بس على الاقل يا باشا ايه، الواحد بيهدى شويه، هيحس ان بدا اللعيبه تحس على دمها شويه، ان بدا يبقى فيه تغير شويه. وانا زي ما قلت لك انا بحمل الاداره 80% من اللي الاهلي فيه، الاداره 80%، وال 20% اللي بقى يوزعها لعيبه وجهاز فني وجهاز اداري. هتقولي الجهاز الاداري ماله؟ اقول لك لا، ده بلاوي، ده بلاوي. مدير الكوره مع احترامي للكابتن وليد ما فيش شخصيه ما علينا. بس لازم تبدا بالشناوي بكره، لازم تبدا بالشناوي بكره. انا اكتر واحد كنت بطالب بشوبير، بس شوبير مهزوز بسبب اللي بيحصل الفتره اللي فاتت، ما عندوش الخبرات الكافيه انه يخرج نفسه من اللي هو فيه. اسمع بقى اللي بقول لك عليه، فنيا كويس وماشي يا عم كويس وعلى عيني وعلى راسي، بس اللي بيحصل معاه الفتره اللي فاتت والاخطاء. طبعا ماتش بيراميدز ما قدرش يشيله الليله كلها، ما قدرش يشيله الاهداف كلها مع ان ليه نسبه في الاهداف، بس برضه مش هيعرف يخرج نفسه. اسمع مني من الحل اللي هو فيها، الافضل الشناوي كخبرات ككل حاجه، الافضل الماتش ده بالذات الشناوي، كضغط جماهيري الشناوي. وزي ما قلت لكم في الحلقه اللي نزلت امبارح، معصبني قوي الناس اللي بتهاجم من الناس اللي حجزت. يا ابني انت مين عشان تقول لهم قطعوا المدرج؟ يا حبيب قلبي مفيش الكلام ده، يا حبيب قلبي خليك واعي، حبيب قلبي مفيش حاجه اسمها قطعوا الاهلي. احنا بنشجع الاهلي، هقولها لك كتير، بنشجع الاهلي عشان يكسب مش عشان بيكسب، والفرق بينهم كبير. فالماتش مفهوش كلام، مفهوش الاسم على اتنين. انا بالنسبه لي يا باشا اكسب بكره، وانا مش هترضى غير بسكور. وجمهور الاهلي كله اذا كان انا مش هتراضي اللي هو يعني اللعيبه عشان تراضينا، لا ما اقصدش كده اكيد، بس جمهور الاهلي عموما، جمهور الاهلي عموما انزل اكسب سكور، دوس على وشهم، عرفهم مقامهم، عرفهم هم. انا زهقت، انا كل مره اقول نفس الكلام وانزل الملعب يخذلونا. كل ما كنت مستني تعملوا كده مع بيراميدز، نزلنا اترقعنا 3 ومشينا. شوفوا البوستات اللي بتنزل عليكم من صفحات، مش هقول لكم من جمهور من منافس، لا من صفحات المنافس، كلام اللي بينزل عليكم من لعيبه المنافس سواء بيراميدز الزمالك، صفحات الزمالك وصفحات بيراميدز الرسميه. حسوا على دمكم شويه. ما بتشوفوش ما ايه، ما عندكوش سوشيال ميديا؟ ما بتشوفوش السوشيال ميديا بس غير اللي انتوا عايزين تشوفوه، واللي انتوا مش عايزين تشوفوه ما بتشوفوهوش. لا يا باشا، شوف بيتقال عليكم ايه. مش اقول لك جمهور، بقول لك صفحات الانديه، سواء بيراميدز سواء الزمالك، سواء لعيبه بيراميدز سواء لعيبه الزمالك. خلي عندكم دم بقى، خلي عندكم دم وحسوا بالجمهور. اقسم بالله العظيم 3 الواحد مقهور، انا بقسم لك بالله الواحد مقهور، مقهور. مش عشان الدوري في 60,000 داهيه الدوري، بس انا عايز احس ان في ناس خايفه على التيشيرت، خايفه على الاهلي. اصل احنا بنشجع الاهلي، ما بنشجعش اسماء ولا لعيبه. جمهور الاهلي بيشجع الاهلي، لا بيفرق معاه اسماء، بيفرق معاه لعيبه، لا بيفرق معاه رئيس نادي. طول ما انت ضد مصلحه الكيان هتتهاجم، وخليك عارفها كويس، مفيش حد فوق اسم الاهلي، مفيش حد عند الجمهور من اسم وكيان الاهلي. دي قاعده من قدم الازل، قاعده جمهور الاهلي كده، حتى احنا عكس غيرنا. وده برضو كلام الناس اللي بتقوله لك، يعني مش احنا بس اللي بنقول، لا ده المنافسين ذات نفسهم بيقولوا لك كده، بيقول لك جمهور الاهلي ملوش عزيز الا النادي الاهلي. طول ما انت بتخدم هنشيلك على راسنا وهنسقف لك وهنطبل لك وهنرفعك للسما. اول ما تبدا تتعوج وتشوف نفسك وانت عارف انا اقصد مين، هيتداس عليك وهتنزل 7 ارض زي ما طلعناك 7 سما. فانا مش زعلان عشان الدوري يغور في 60,000 ده، الدوري تغور افريقيا، بس انا احس ان في لعيبه زي ما بقول لك خايفه على النادي. احس ان انا حتى لو خسرت الدوري فعشان ما عندي ماليش نصيب فيه، بس عملت اللي عليا. حتى لو اللعيبه كانت مقصره في الاول، انتوا حتى في ال6 ماتشات ما حسستوناش ان انتوا عايزين تعملوا حاجه،
ما حسستوناش. فماتش بكره ماتش اكون او اكون، هقولها لك تاني زي ما قلت لك قبل كده، اكون او اكون. ماتش ما فيهوش هزار، ماتش ما فيهوش الاسم على اتنين. ماتش انا من اول دقيقه لاخر دقيقه مش عايز اشوف حد واقف، مش عايزين كجمهور اهلي نشوف حد واقف في الملعب. اجري في كل حته، اعمل كل حاجه، كل حاجه تتعمل في الكوره تعملها في الكوره. اثبت عكس الكلام اللي بيتقال، خلي عندك دم وحس، خلي عندك دم يا راجل. انتوا جبتوا لنا امراض الدنيا كلها، امراض الدنيا، ومش عشان بطولات، احنا مش ناقصين بطولات، عشان هيبة واسم الاهلي، عشان شخصيه الاهلي اللي بتروح، عشان احنا مش متعودين على كده. ولا يا عم انا غلطان في احنا ناقصين بطولات، احنا متعودين على كده. تقول انت واخد الدوري السنه اللي فاتت ولا لا؟ يا باشا انا عايز اخد الدوري لحد 100 سنه قدام، 100 سنه قدام ما اخسرش فيهم الدوري، 200 سنه ما اخسرش فيهم الدوري. ليه اخسر الدوري؟ ناقصكوا ايه؟ او الزمالك او بيراميدز عندهم ايه زياده مش عندك؟ مش هتلاقي حاجه، والله ما هتلاقي حاجه. ده بالعكس، انت هتلاقي اللي عندك مش عند نادي في افريقيا. هات لي نادي في افريقيا عنده اللي عندك، هات لي نادي في افريقيا متوفر له اللي متوفر لك، هات له نادي في افريقيا عنده جمهور زي جمهورك. تاني، هات لي نادي في افريقيا عنده جمهور زي جمهورك. ماليش دعوه انا بجمهور زي، سيبك من اللي جمهور فكاهه زي ما ابراهيم عادل قالها لك. سيبك من دول، والله العظيم ثلاثه هلس ولا ليهم لازمه. وانا عارف انا بقول لك ايه، والناس اللي فاهمه عارفه الكلام دوت. بتوع شو، بتوع لقطه، ياخدوا اللقطه خلصت، باينين دلوقتي عشان مفيش حد قدامهم، عشان مفيش حد يكشفهم. لكن انت شوف لما بيحضروا في الامارات ولا مش عارف في السعوديه، لما اتعمل عليهم كاونتر من جمهور ورابطه نورمال. يا راجل ده باور فاميلي ولا الاهلي فاميلي، الجروب بتاع مهاب دوت عمل عليهم كاونتر. فانت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على ايه؟ فانتش ناسكوا اي حاجه، متوفر لكم زي ما بيقولوا لبن العصفور. فانتوا مش ناقص غير انكم تفككوا من اللي بتعملوه بره الكوره، تفككوا من البيزنس، تفككوا من تفكير في الفلوس وبس. مش كل حاجه الفلوس، والله ما كل حاجه الفلوس. اسال ابو تريكه وهيقول لك، اسال الناس اللي تفهم وهي هتقول لك. الفلوس من غير ناس في ظهرك ولا ليها اي 30 لازمه. من غير ما تعمل اللي عليك حتى ربنا مش هيبارك لك فيها. يا راجل انت تاخد فلوس وما تعملش اللي عليك، والله ربنا ما هيبارك لك فيها. اللي مضايقني واللي قاهرني ان انتوا مش عارفين قيمه الاهلي. اللي مضايقني وقاهرني برضه الناس ما كانتش تحلم تعدي من جنب سور النادي، والله ما كانوا يحلموا يعدوا من جنب سور الاهلي، وكانت بالنسبه لهم قمه الفخر انا ماشي جنب سور النادي الاهلي يقعد يتصور. بقوا يلعبوا ويتنكوا علينا يعني، مش لا على كلاعيبه، احنا كجمهور اهلي محدش يعرف يتنك علينا، محدش يعرف يتنك علينا. اسمعها مش وقته، بس احنا كجمهور اهلي محدش يعرف يتنك علينا. وهيجي وقت ومش هنحلك، كلام عارفه ورايح لمين. هنيجي وقت ومش هنحلك والله، بس دلوقتي عشان ماتش مهم وماتش مهمه وعشان الاهلي ست زودتها. هيجيلك وقتك، صدقني هيجيلك وقتك، واللي هتشوفه مننا كجمهور اهلي اكنك ما شفتش في حياتك قبل كده. اتقل هتتكيف. فانتوا بالله عليكم حسوا بقيمه التيشيرت، حسوا بقيمه الاهلي، حسوا بجمهوركم، حسوا بالناس اللي بتلف وراكم، الناس اللي بتقف شوف الراجل الناس اللي كانت بتعيط، الراجل اللي كان بيعيط في المدرجات. شوفوا الناس دي، حسوا بيهم، حسوا بيهم. انتوا مفيش خالص، مفيش الواحد ماسك نفسه. والله العظيم الواحد بالرغم من كل ده ماسك نفسه. الواحد لو ساب نفسه هيقول كلام ما يتقالش، ان الواحد مقهور على اسم الاهلي وعلى شخصيه الاهلي وهيبه الاهلي. فالزمالك فنيا مش البوم، مش الواو، مش اللي هو ينزل بيلعب كوره وتيكي تاكا وهوب تك وسيروهات بتاع، مفيش الكلام ده. والزمالك هينزل، خدها مني بقى، خدها مني قبل ما اقول لكم السيناريو اللي كنت اقصده. الزمالك هينزل اول ربع ساعه، اول تلت ساعه مرعوب، والله هينزل مرعوب، لان الضغط اكتر عليه، انه عارف ان ما ينفعش يخسر نقط في الفتره ديت، لان بيراميدز بتدبدب وراه من وراها الاهلي. فهو نازل خايف. اخطف جون يا باشا ولا اتنين في اول ربع ساعه، عادي جدا، عادي جدا. هتفتح الماتش نفسك والله ويخلص سكور، والله العظيم ثلاثة لو نزلتوا لعبتوا واثقين في نفسكم لو ماتش الاهلي والزمالك ده يخلص سكور لينا. بحلف لك بالله لو نزلتوا واثقين في نفسكم ولعبتوا بروح الاهلي وباسم الاهلي واستخليتوا خوف الزمالك، الماتش ده يخلص سكور لينا، ولك من قبل الماتش بيوم اهو. فركزوا ان احنا مش حمل حاجه. العبوا كوره، العب كوره، كل واحد يلعب باسم النادي بالتيشيرت اللي هو لابسه. يا راجل الواحد تعب من الكلام. العبوا كوره،
مش كيمياء، والله العظيم ما كيمياء، والله العظيم احنا لو بنلعب في الشارع بنلعب احسن منكم. ده الواحد لما بيلعب ساعة خماسي بيبقى عنده حمية وغيرة انه ما يخسرش اكتر منكم. انزل العب لعبك والعب لعب الاهلي. العب، ما عندكش ثقة ليه؟ خايف من ايه؟ انت بتلعب في الاهلي، انت لاعب في النادي الاهلي، لابس شيرت النادي الاهلي، فاخوف من ايه؟ لا يا باشا، انا انزل العب، ما يهمنيش حد لا جمهور منافس ولا ايه منافس، انزل العب ودوس. خلي عندك ثقة في نفسك، ما بتلعبش بايرن ميونخ ولا برشلونة انت، ده الزمالك، ده الهلهولة بتاعتنا، هلهولة بتاعتنا. انزل عرفهم مقامهم، عرفهم مقامهم، وربنا يستر ان انا والله مقلق. هنيجي بقى للدوري، انتوا شايفين الدوري ضاع؟ يعني في حد تعبان في دماغه زيي ولسه عنده امل؟ اصل انا مش هفقد الامل، هجيلكوا في السيناريو، بس انا مش هفقد الامل الا لما تتحسم رسمي. طول ما اتحسمتش رسمي هفضل عندي ثقه في اسم الاهلي، مش لعيبه الاهلي ولا اداره الاهلي، في اسم الاهلي، وان الكره فيها كل حاجه. ده بالنسبه لي انا. هتقول لي صعب، ده فرق 6 نقط، انت عايز الزمالك يخسر ماتشين، وعايز بيراميدز يخسر ماتش ويتعادل ماتش، وعايز اقول لك والله العظيم 3. حتى لو الامل ربع في المية، انا عندي امل، انا اهلاوي عندي امل. السيناريو اللي بقول لك عليه اللي انا احساسي ان الزمالك مش هيبقى بطل الدوري، وده السيناريو اللي انا متوقعه لو الاهلي كسب بكره باذن الله. خليك فاكر، انا متوقع الزمالك مش بطل الدوري، الدوري هيبقى بين بيراميدز والاهلي، والزمالك هيجي في المركز الثالث. يعني الدوري بين بيراميدز والاهلي اول وتاني، والزمالك هيجي مركز تالت. ده توقعي، السيناريو اللي انا حاسه. هتقولي انت حاسه ان انت تعبان في دماغك، اقول لك يا عم والله ايه بتاعت ربنا، بس ده احساسي وده توقعي اللي هيحصل لو الاهلي كسب الزمالك بكره. ويا سلام لو كانت سكور، برضه الواحد بالرغم ان هو خايف ومش واثق في ليه، بس حاجه من جوه تقول له الماتش بكره يخلص سكور. خلينا نشوف، خلينا نشوف. في كلام ان حصل جلسه، الكلام ده في الموضوع دوت نزل لك دلوقتي، الكلام بقى زاد شويه كمان في الموضوع مع الحلقه اللي نزلتها امبارح. الجلسه اللي حصلت بين الاستاذ ياسين منصور كابتن سيد عبد الحفيظ مع يستروب دوت، الواحد لو شافها المهم. فبيقول لك ان دلوقتي التواصل بين ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع الشركه اللي هي ماسكه الاداره للمدير الفني، بيقول لك هم قربوا يوصلوا لحل، مش عارف هيمشي ياخد 6 شهور شرط جزائي، مش عارف الكلام ده كله، لان هم عارفين، الاهلي عارف واداره الاهلي عارفه ان هو لو قعد مش هيعرفوا يمشيه غير بعد اول ماتش في الموسم. غير كده لو مشاه يخش في حوارات وفيفا وبتاع، ودي مش طريقنا. بالمناسبه الزمالك جاله كتف 15 النهارده، يعني لو الزمالك كسب الدوري 15 يبقى هيتساوى مع ايقافات القيد بتاعته. يعني الدوري 15 كسبه سنه مش عارف 75 ولا 76، ما علينا. فالاهلي اقترب من ايجاد حل لفسخ التعاقد مع يستروب. ماشي، انا فسخت التعاقد مع يستروب، هجيب مين؟ هتروحوا الدوري تجيبوا مدير فني من جنوب افريقيا ومدير فني مش عارف من ايه، وسيبك من الاسامي اللي بتطرح دلوقتي ان هي اللي بتطرح كل مره، سيبك احنا حفظنا وهرشنا الكلام بتاع اللجان دوت. هي نفس الاسامي، كل ما يلاقوا الدنيا مولعه عليهم لا يا باشا ارمي لهم كام اسم هدي بيه الناس. خلاص حفظنا طريقتكم وحفظنا كل حاجه، زي ما قلنا مش وقته. خلينا نشوف ماتش بكره هيخلص على ايه. وانا بقول لك انا توقعي باذن الله مكسب للاهلي، واحساسي من جوه ان المكسب يبقى بسكور. فانت قول لي التشكيله اللي بتتمناها برضو من وجهه نظرك، وقول لي توقعك للماتش في الكومنتات، وانا هبقى متابع معاك. اشوفكم في حلقه جديده بعد الماتش باذن الله.